ازاي نحمي ولادنا من التنمر؟ هنحمي ولادنا من التنمر بان احنا نقوي ثقتهم في نفسهم ونزيدهم ثقة في نفسهم. انت جميلة، انت قوي، انت شجاع، انت بطل، انت بطلة. وايا كان اللي بيعملوه حتى لو حاجة بسيطة وهدف حققوه، دايما نشجع، دايما ندعم. الحاجة التانية، لما بنتي او ابني يجوا يحكوا لي حاجة حصلت في المدرسة مضايقاهم او مزعلاهم، مهما كانت الحاجة دي تافهة عند حضرتك، لازم تحسسيه انه انتي حاسة بيه ومقدرة قد ايه ان الحاجة دي مزعلاه ومقدرة زعله، وتبتدي تتكلمي معاه او معاها في الموضوع وتسيبيهم يحكوا. وفي الاخر بعد ما يحكوا هم مش محتاجين اكتر من طبطبة وكلمة يتقال لهم فيها انه اي شخص بيتنمر عليك او بيقول كلام يضايقك هو شخص عنده نقص في شيء ما في حياته. اما انه انت شاطر وهو مش شاطر، انت متفوق في حاجة هو مش متفوق فيها، فهو شايف انه عنده نقص، فعشان يعوض النقص ده بيبتدي يضايقك بالكلام ده. فاول ما حد يبدأ يضايقك او يضايقك، اول حاجة تيجي في بالك انه الشخص ده عنده نقص، وإلا لو ما كانش عنده نقص ما كانش عمل كده. الحاجة التانية اقول لهم زي شجرة التوت او شجرة النبق، الشجر العالي اللي بيبقى فيه ثمار، وعشان نحصل على الثمار دي افضل اضرب كده بالطوب عشان ينزل لي الثمار بتاعتها. فاقول لهم ايه؟ الشجرة اللي فيها ثمار، الشجرة المثمرة، الناس بتحدفها بالطوب عشان تاخد من الثمار بتاعتها. يعني انت لو ما كانش ليك فايدة وقيمة ما كانوش قالوا لك كلام يضايقك عشان يوقعوك على الارض وياكلوا منك. الكلام ده بيخلي الطفل يثق في نفسه بزيادة، مش لدرجة الغرور بس، ما يخليش اي متنمر يقدر انه يأثر عليه. الحاجة بقى المهمة اللي نحمي ولادنا فيها من التنمر، ابطل انا اتنمر عليه. عشان في اهالي كتير جدا بتقعد تقول لولادها ايه القرف ده، ايه العك ده، ايه الهبل ده، ايه الخيابة دي، ايه الجهل ده، انت مش ذكي ليه، انت مش شاطر ليه، في اشطر منك، في احسن منك، انت ما بتنفع، انت مش نافع، انت ما بتنفعش في حاجة، انت فاشل. يجي مثلا يقع منه الازازة غصب عنه ولا الكوباية تتكسر، يا غبي مش تاخد بالك، هتفضل طول عمرك كده. الحاجات دي بتأثر على اولادنا، فلما يجي حد من بره يقول لهم الكلام ده بيبتدي يصدق، فبيبتدي يتوجع ويتكسر ويقفل على نفسه، وطبعا ما يقدرش يروح يتكلم ولا يشتكي. ما هو هيشتكي لمين؟ هيشتكي للي بيقوله انت غبي، انت بتفهمش، هتفضل طول عمرك فاشل. خلوا بالكم، في ايدينا نقوي ولادنا ونحميهم من التنمر. يا رب اكون فدتك، ويا رب كل الناس تستفيد من الفيديو ده، ويا رب كل الناس تبتدي تساعد ولادها ان هم يحموا نفسهم من التنمر ونحميهم.